السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف حالكم أحبائي الصغار؟ سنبدأ اليوم مع وحدة جديدة في كتاب اللغة العربية مع أكاديمية كوانتم التعليمية، وأنا معكم الآنسة ولاء لبة. عنوان درسنا الأول في الوحدة الثانية: أرسم بالألوان. جميعنا يحب الرسم، نرسم أشياء جميلة، وكل ما يخطر في ذهننا نستطيع أن نعبر عنه عن طريق الرسم على الأوراق، ولكن هذه الرسومات تصبح أجمل وأجمل إذا قمت بتلوينها بالألوان. من منا يحب الألوان؟ أجل، وأنا أيضا أحب الألوان. هيا بنا لنبدأ درسنا. أستمع وأناقش، أستمع للأنشودة ثم أنفذ الأنشطة الآتية. هيا بنا لنستمع لأنشودتنا. أرسم بالألوان، أرسم ماما، أرسم بابا بالألوان، أرسم علمي فوق القمم، أنا فنان. دعني أرسم ضوء النجم، دعني أرسم لون الكرم، أكتب شعرا بالألوان، أحيا حرا أنا فنان. إنها قصيدة رائعة جدا، هيا بنا فلنعد قراءتها. أرسم ماما، أرسم بابا بالألوان، أرسم علمي فوق القمم، أنا فنان. دعني أرسم ضوء النجم، دعني أرسم لون الكرم، أكتب شعرا بالألوان، أحيا حرا أنا فنان. إنها قصيدة جميلة جدا، هيا بنا لنعود إلى تماريننا. أختار الإجابة الصحيحة. تتحدث الأنشودة عن طفل يدرس أم طفل يرسم أم طفل يلعب؟ أحسنتم، تتحدث عن طفل يرسم. أكمل الجملة الآتية كما سمعتها في الأنشودة. دعني أرسم ضوء، أحسنتم، ضوء النجم. أتوقع أن يكون عنوان الأنشودة الرسام الصغير. فلنعد قراءة أنشودتنا. أرسم ماما، أرسم بابا بالألوان، أرسم علمي فوق القمم، أنا فنان. دعني أرسم ضوء النجم، دعني أرسم لون الكرم، أكتب شعرا بالألوان، أحيا حرا أنا فنان، أنا فنان. أقرأ وأفهم، أغني الأنشودة ثم أجيب. أصل الجملة بالصورة التي تناسبها. أرسم علمي فوق القمم. أي من هذه الصور تناسب هذه الجملة؟ أحسنتم، هذه الصورة التي فيها العلم. دعني أرسم ضوء النجم. أي الصور تناسب هذه الجملة؟ هذه، لأنه يرسم هنا بعض النجوم. دعني أرسم لون الكرم. أي من هذه الصور تناسب هذه الجملة؟ أحسنتم، هنا لأنه يرسم الكرم وهو العنب. أحوط الصورة المناسبة لكل كلمة مما يأتي. الكرم، هل هو المنزل الذي أمامه حديقة أم هو أشجار العنب؟ أحسنتم، الكرم هو أشجار العنب. القمم، هل هي ما يرتفع فيه الجبل أم هي المكان الذي يجري فيه الماء؟ أحسنتم، القمم هي أعلى الجبل. أكمل ما يأتي شفويا. الطفل في الأنشودة يحب الرسم وأنا أحب. ماذا تحب أنت؟ هنا يحب الرسم، أنا أحب التلوين، وأنتم ماذا تحبون؟ أسمي الصور الآتية ثم أحوط الأدوات التي يحتاج إليها الرسام. أمامي هنا مجموعة من الصور، سأختار منها ماذا يحتاج الرسام. هنا لدي مجموعة من الألوان والفرشاة. هل يستعمل الرسام هذه الأدوات؟ أجل، يستعمل هذه الأدوات، إذن أضع لها دائرة. هنا لدي مجموعة من أقلام تلوين الشمع. هل يحتاج إليها الرسام؟ أجل، يحتاج حتى يلون الصورة التي سيرسمها. هنا في هذه الصورة أشاهد مطرقة. هل يحتاج إليها الرسام إذا أراد أن يرسم لوحة ما؟ لا، لا يحتاج إليها الرسام، هذه يحتاج إليها النجار. هنا لدي دفتر رسم. هذا دفتر الرسم، هل يحتاج إليه الرسام حتى يقوم بالرسم؟ أحسنتم، أجل، يحتاج إليه الرسام، إذن أضع عليه دائرة. أتعرف حروفي. أتعرف حروفي. سنتعرف اليوم يا أحبائي على حرفين من حروفنا، سنقوم بقطفهم من حديقة الحروف.
سنتعرف اليوم على حرف السين وحرف الشين. إنهما متشابهان كثيرا، ولكن ألاحظ أن حرف الشين فوق رأسه 3 نقاط. إذا أخذنا أشكال حرف السين فهذا يعني أنها نفسها أشكال حرف الشين، مع الاختلاف الذي ذكرناه بينهما، وهو أن فوق حرف الشين 3 نقاط. هذا الحرف الذي نشاهده أمامنا يا أحبائي هو حرف السين في شكله الكامل، سين سين في شكله الكامل. ولدينا لحرف السين 4 أشكال: سين في أول الكلمة، سين في وسط الكلمة، وسين في آخر الكلمة متصل. هذه هي أشكال حرف السين. ولدينا لحرف الشين أيضا 4 أشكال: شين في شكله الكامل، شين في أول الكلمة، شين في وسط الكلمة، وشين في آخر الكلمة متصل. إذن هيا فلنكرر أن لحرف الشين 4 أشكال: شين في شكله الكامل، شين في أول الكلمة، شين في وسط الكلمة، وشين في آخر الكلمة متصل. هنا لدينا أسمي مع زملائي الصور الآتية منتبها للفظ الحرف الملون. ماذا نشاهد هنا في هذه الصورة؟ إنه كأس. كلمة كأس فيها سين في شكلها الكامل. وهذه الصورة إنها سماء. سماء فيها سين في أول الكلمة. وهنا في هذه الصورة أشاهد مسرح. مسرح فيها سين في وسط الكلمة. وهنا في هذه الصورة إنه كيس. فيها سين في آخر الكلمة متصلة. أما هنا في هذه الصورة أشاهد فراش فيها شين في شكلها الكامل. وهنا أشاهد شمعة فيها شين في أول الكلمة. وهذه هنا في الصورة ريشة فيها شين في وسط الكلمة. وهذا الذي يحمي العين إنه رمش فيها شين في آخر الكلمة متصلة. إذن أتعرف أشكال كل من الحرفين الجديدين: سين في شكله الكامل، سين في أول الكلمة، سين في وسط الكلمة، وسين في آخر الكلمة متصل. أما حرف الشين فله أيضا 4 أشكال: شين في شكله الكامل، شين في أول الكلمة، شين في وسط الكلمة، وشين في آخر الكلمة متصلة. ألفظوا حرفي السين والشين مع المدود. هنا نتعلم كيف نلفظ حرف السين مع المد القصير ومع المد الطويل، ونتعلم أيضا كيف نلفظ حرف الشين مع المد الطويل ومع المد القصير. لدينا حرف السين مع المد القصير: السين مع الفتحة س، السين مع الضمة سو، السين مع الكسرة سي. إذن بهذا الشكل سو سي. أما حرف السين مع المد الطويل فهو سو سي. فلنكرر: سو سي. أحسنتم. أما حرف الشين مع المد القصير فهو الشين مع الفتحة ش، الشين مع الضمة شو، الشين مع الكسرة شي. إذن بهذا الشكل شي. أما حرف الشين مع المد الطويل فهو شو شي. فلنكرر: شو شي بهذا الشكل. هنا يطلب منا ألفظ حرفي السين والشين مع المدود. هنا لدي سو سا سي شو شا شي. أحوط حرف السين من بين الأحرف الآتية. هيا فلنبحث هنا بين هذه الأحرف على حرف السين. من وجده أولا؟ أحسنتم. هنا لدي سين في شكله الكامل، وأيضا هنا لدي سين في وسط الكلمة، وأيضا هنا لدي سين في آخر الكلمة. أعطي كلمات تحتوي على المدود مع حرفي سين والشين. مثلا حرف السين مع
المد القصير سمك. وحرف الشين مع المد القصير مثلا شراب بهذا الشكل. أكمل الكلمة بالرسم الصحيح لحرف السين أو الشين مستعينا بالصور. ما هذا الذي يشاهده هنا أمامي؟ إنه سم. إنه سم. ما هذا الذي أشاهده هنا؟ إنه مش. أكتبها هنا بهذا الشكل. اقرأ الكلمات الآتية ثم أحلل كل كلمة إلى أحرفها وفق موقعها. لدي هنا شمس. لدي كلمة الشمس، إنها مؤلفة من 3 حروف. أكتب هنا شين في أول الكلمة، وبعدها ميم في وسط الكلمة، وأخيرا سين في آخر الكلمة متصلة. هنا لدي سحاب. إنها كلمة سحاب مؤلفة من 4 أحرف. أكتب هنا سين في أول الكلمة، حاء في وسط الكلمة، ألف متصلة، وباء في شكلها الكامل. هنا لدي حسام. إنها كلمة حسام أيضا مؤلفة من 4 أحرف. أضع هنا حاء في أول الكلمة، سين في وسط الكلمة، ألف متصلة، وميم في آخر الكلمة متصل. هنا أريد أن أنبه على شيء مهم، أن حرف السين وحرف الشين يصح أن أكتبه بأسنان كما أخذناه وكما أنا أكتبه هنا ضمن هذه المربعات، ويصح أن أكتبه مثل هذا شين وسين. فنلاحظ هنا السين، هنا سين في وسط الكلمة من دون أسنان، أي أن حرف السين قد أكتبه بأسنان وقد أكتبه من دون أسنان. هنا لدي كلمة بشوش. إنها كلمة بشوش أي ضحوك، أن وجهه ضاحك. هنا أضع باء في أول الكلمة، شين في وسط الكلمة، واو متصلة، وشين في شكلها الكامل منفصل. أحلل الكلمة الآتية إلى مقطعين. لدي كلمة سامي. أريد أن أحللها إلى مقطعين، كل حرف صوتي مع ما قبله مقطع. إذن مقطع، مي مقطع. هنا أضع وهنا مي، هكذا أحللها إلى مقطعين. انتبهوا جيدا ثم أنفذ النشاطين الآتيين. أركب من الحروف الآتية كلمات ثم أقرأها. مش. إنها كلمة مش. أكتبها هنا. سم. إنها كلمة سمسم. أكتبها هنا. وسام. إنها كلمة وسام أيضا. أكتبها هنا. ميس. إنها كلمة ميس أيضا. أكتبها هنا. أحسنتم. أركب من المقطعين الآتيين كلمة ثم أقرأها. لدي هنا مقطعان. يابس. إنها كلمة يابس. أنمي لغتي. أحاكي النموذج الآتي شفويا مستعينا بالصور، منتبها للحرف الملون وحركة الاسم بعده. يلعب مازن في الملعب. ألاحظوا أن الحرف الملون هو في، والكلمة بعده آخر حركة فيها هي الكسر. يلعب مازن في الملعب. يكتب مازن بالقلم. هذا هو الحرف الملون، القلم. ألاحظوا أن نهاية الكلمة مكسور. تسبح المسبح. ماذا أقول هنا؟ تسبح في المسبح. أحسنتم، تسبح في المسبح. انتبهوا إلى حركة آخر الكلمة. تلعب فراغ الكرة. تلعب بالكرة. إذن أتعلم هنا في والباء أسميها أحرف جر. ماذا أسميها؟ أسميها أحرف جر.
ويجب أن تأتي الكلمة بعدها حركة آخرها الكسر. في الملعب، بالقلم، في المسبح، بالكرة، بهذا الشكل. هذا كان درسنا لليوم يا أحبائي، شكرا لكم على حسن المتابعة، ألقاكم على خير، إلى اللقاء.